مش مهم تبدأ منين، المهم تبدأ إزاي. الذكاء المالي مش حاجة بتتولد معاك، لكنها مهارة بتتعلمها خطوة بخطوة، ولو اتعلمتها هتقدر تخلي الفلوس تشتغل عندك وتحقق استقلال مالي حقيقي. في الفيديو ده هنتكلم عن 10 خطوات بسيطة لكن تأثيرها ممكن يغير حياتك بالكامل. في البداية ريبورت كيوساكي بيقول: أنا شخصياً ما كانش الطريق للثراء عندي سهل، لكن كان عندي طريقة تفكير معينة بمشي بيها كل يوم. الموضوع أشبه بركوب العجل، في الأول صعب، ممكن تقع وتتعور، بس مع التدريب بيبقى عادي وسهل. الفرق بين الناس مش إن واحد ذكي والتاني غبي، الفرق إن في واحد صبر وعدى مرحلة التعب وواحد استسلم. طيب تعالى ندخل على الخطوات العشر، بس الأول لو سمحت اعمل لايك. الخطوة الأولى: الحاجة لسبب يفوق الواقع. اللي بيحركك مش بس إنك عايز فلوس، لأ، لازم يكون عندك سبب قوي يخليك تكمل وقت التعب، زي الحرية أو إنك تتحكم في وقتك، إنك ما تفضلش عبد للوظيفة طول حياتك من غير سبب عميق. أي خطوة هتبقى تقيلة جدا. الخطوة رقم 2: القيام بالاختيار كل يوم. كل جنيه بيمر في إيدك بيقولك أنت مين، هتصرفه كله على استهلاكك ولا هتستثمره في حاجة تبني لك أصل. الاختيار ده بيتكرر يوميا والنتيجة هي مستقبلك. خطوة رقم 3: انتقي أصدقائك بعناية. لو دايما قاعد مع ناس بتشتكي من الفقر طبيعي هتتأثر، ولو دايما قاعد مع ناس بيتكلموا عن استثمار وبيجربوا أفكار هتتعلم منهم. الخلاصة: اختار بيئتك لأن البيئة أقوى من أي كلام. خطوة رقم 4: اتقن طريقة وبعدها اتعلم طرق جديدة، زي الشيف اللي لازم يتقن وصفة الأول وبعدين يجرب وصفات تانية. في المال نفس الحكاية، اتقن طريقة واحدة تجيب لك دخل وبعدها طور طرق جديدة. خطوة رقم 5: أدي حق نفسك أولا، يعني قبل ما تدفع الفواتير خصص جزء للاستثمار أو التوفير. اللي ما عندوش انضباط ذاتي عمره ما هيبقى غني، وعشان كده في 3 مهارات إدارية لازم تركز عليها: إدارة التدفق النقدي، وإدارة الوقت، وإدارة الموارد البشرية. من غير انضباط أي فلوس هتطير. خطوة رقم 6: ادفع لسمسارك بسخاء. ممكن تقول لي أديله فلوس كتير؟ الجواب: لأنه بيختصر لك وقت ومجهود وبيديك معلومات قيمتها تساوي ذهب. سمسار شاطر ممكن يوصلك لفرص عمرك ما كنت هتشوفها. خطوة رقم 7: كن مانحا هنديا، يعني دايما اسأل هسترد استثماري امتى وهكسب ايه مقابل اني دفعت كذا. المستثمر الذكي بيدور على العائد زائد اي اصول اضافية يقدر يطلع بيها من الصفقة. خطوة رقم 8: الأصول هتشتري لك حياة الرفاهية. معظم الناس أول ما يبقى عندهم شوية فلوس يشتروا عربية جديدة أو بيت أكبر. الغني يا صديقي بيفكر بالعكس، بيشتري أصول والأصول هي اللي بتجيب له عربية أو بيت. القوة هنا إنك تخلي المال يشتغل عندك، مش أنت اللي تفضل عبد عنده. خطوة رقم 9: الحاجة للبطولة. انت محتاج قدوة او بطل يمشيك في الطريق. لما تشوف حد نجح في الاستثمار بيهون عليك المشوار، لانك ببساطة هتقول هو عملها يبقى انا كمان اقدر. خطوة رقم 10 والاخيرة: ابذل وستتلقى المقابل. عايز مال؟ ادي معرفة. عايز حب؟ ابذل حب. عايز صداقة؟ كن صديقا حقيقيا. اللي بتبذله بيرجع لك مضاعف حتى في الاستثمار. في النهاية يا صديقي، لو عايز تبدأ طريق الثراء حدد سبب قوي واختار بحكمة وكون بيئة غنية. التزم بانضباط واستثمر في نفسك كل يوم. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. لو حسيت انك استفدت شارك الحلقة مع اللي حواليك، ولو عندك اي فكرة او موقف مفيد ابعته لنا عشان تفيد وتستفيد. ما هو انت مش هتستفيد وحدك. استنونا في الحلقات اللي جاية عشان كل فكرة او معلومة بنحكيها ممكن تكون نقطة تحول في حياتك. وعشان كده اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا نكمل الرحلة سوا عشان نفيد ونستفيد. ما هو انا برضو مش هستفيد وحدي. سلام.